السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هقولك ازاي نعمل عصير البلح باللبن بطريقة سهلة وجميلة. هتجيبي نص كيلو بلح، او لو عندك موجود في الفريزر، لو انت مخزناه ولا حاجة هتطلعي شوية. هنعمل بيهم وصفتين، هنعمل طريقة العصير البلح باللبن، وهنعمل طريقة بلح بالسمنة هتعجب الاولاد وممكن تعملها لهم في السندوتشات. هتجيبي البلح بتاعك وهتغسليه كويس جدا بالمية، وبعد كده هتبداي تقشريه وتشيلي النوى بتاع البلح من جوه. هتقشريه كله ولازم تشيلي القشرة كلها، ما تسيبيش فيه قشر. ولو القشرة بتاعتك ماسكة في البلح ممكن تحطيه في شوية مية لمدة 5 دقايق، القشرة بتاعته هتفك منه. بصي، بمنتهى السهولة هتقشري البلحية بتاعتك وهتعمليه. لو انت عندك بلح في الفريزر مخزناه هتطلعي كيس او هتطلعي الكمية اللي انت عايزاها، هنعمل بيه الوصفة بتاعتنا. او لو موجود في السوق هتشتري كيلو او نص كيلو على حسب ما انت عايزة، وهتعملي نفس الخطوات بتاعتنا. انا قشرت البلح كله، هبدأ بقى اخد شوية في الخلاط. طبعا الكمية اللي انت هتعمليها على حسب عدد الكاسات اللي انت عايزاه. يعني ممكن تعملي البلح كل نص كيلو كله، ممكن تعملي ربعه، ممكن تاخدي شوية بس على حسب الكمية اللي انت محتاجاها. بعد كده هجيب كوبايتين لبن، ادي واحدة. هبدأ اجيب واحدة كمان. ممكن في الوصفة دي تضيفي سكر وممكن لا، لكن لو عندك حد في البيت بيحب الحاجة مسكرة قوي، طبعا اللبن يعني هينقص شوية من السكر بتاع البلح، فانتي ممكن تعوضيهم بمعلقتين سكر. لكن لما بيحبوش خلاص هتعملي كده بس. ده بعد ما ضربناه في الخلاط كويس قوي ونعمنا البلح، هتبداي بقى تصبيه. ممكن تحطيه في كاس او في كوباية براحتك زي ما انت عايز. انا صبيت في الاتنين علشان تشوفي انت عايزه تعملي ايه. عصير البلح باللبن ده حلو جدا وبيدي طاقة، ممكن تعمليه للولاد يشربوه الصبح قبل ما ينزلوا، وممكن في اي وقت. هندخل بقى على الوصفة التانية برضو بالبلح. بعد برضو كمية البلح الباقية اللي احنا مقشرينها، هتجيبي طاسة على النار هتحطي فيها معلقة سمنة. هتبدأي بقى تنزلي بالبلح بتاعك عليها. الوصفة دي جميلة وبتغني عن العجوة، والولاد بيحبوها قوي. ممكن تعملها لهم الصبح بدري في السندوتشات وهم رايحين المدرسة. هتحطي كمية البلح اللي انت عايزاها برضو، هتوطي عليها النار وهتقعدي تقلبي فيها لغاية ما البلح بتاعك ده يطرى معاكي. سندوتشات البلح دي ممكن تتعمل في عيش فينو، وممكن تعمليها في العيش الشامي، بتبقى جميلة قوي. انا بوريكي يعني البلح بدأ يطرى شوية معاك اهو، طبعا بيتغير شوية بشوية. بس انا بضغط عليها طريت عن الاول. بعد كده هتجيبي شوكة وهتهرسيه وانتي بتقلبيه. وصفة سهلة خالص، ولو ولادك ما بيحبوش البلح الرطب ده هيحبوا العصير بتاعه او العجوة بتاعته في السندوتشات، هتبقى جميلة اوي. بصي ده طري معانا خالص ازاي، البلحية نفسها نعمت خالص مع السمن. طبعا انا بعملها بالشوكة علشان لما يجي ياكلوها في العيش ما تبقاش ناشفة تحت اسنانهم، تبقى طرية وطعمها جميل. ممكن في الجو البرد دوت او في الشتاء تعمليها برضو بالليل في العشاء. سهلة وبسيطة، مش محتاجة منك مجهود ولا وقت. وادي شكل الطبق بتاعنا بعد ما خلص. وده العصير بتاعنا كمان. يبقى من النص كيلو بلح عملنا حاجتين جمال جدا بيدوا طاقة في البرد. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس.